كاملة من الحرمان والوحدة في ليل كحل، وجسم مشحون بالرغبة والشهوة. خلوني في لحظة غاب فيها العقل أقع في المحظور مع سلفي، وأستسلم له تماما في أوضة النوم. لكن الصدمة إنه طلع ندل صورني وبقى يبتزني بجسمي ويذلني بالصور عشان يخليني أسمع كلامه كل يوم. والأغرب من كده إني بقيت مدمنة على لمساته ومش عارفة أقول لأ. وجوزي خلاص قرب يرجع من السفر. أنا ضعت وخايفة بيتي يتخرب وأتفضح. انصحوني أعمل إيه؟ أنا اسمي سارة وعندي 32 سنة. جوزي مسافر وأنا بصراحة مزة كده في نفسي، وست في قمة أنوثتها وجاذبيتها. عندي الرمان كبير والبطيخة حكاية، وجسمي كرفي مرسوم ومفصل بالملي، والكل عينه مني. كنت عايشة حياة مشبعة وممتعة جدا مع جوزي أحمد، وكل يوم كنا بنعمل علاقة. كان راجل مالي عيني ومشبع رغبتي وأحسن واحد في الدنيا، ومش مخليني عايزة حاجة ولا محتاجة لأي حاجة. كنت عايشة في بيت أهله، وبصراحة العيشة هناك كانت صعبة وخانقة شوية. كنت أخلص ترويق شقتي فوق ونزل أقعد مع أهله تحت شوية عشان أغير جو، وبعدين أطلع شقتي دي تاني. وفي يوم من الأيام أحمد جوزي جات له فرصة عمل وسفرية كبيرة برا عشان الفلوس وتأمين المستقبل. في الأول كان بينزل إجازة مرتين في الشهر عشان يطمن عليا، وكنت بجهز نفسي وألبس له أحسن حاجة عندي اللي هو قميص النوم عشان نعمل العلاقة، لأن أنا جسمي حلو وبحب الحاجة دي جدا، ودمي حامي وبحب أدلع جوزي. كنت أعمله الأكل اللي بيحبه ونقعد ناكل، وبعدين نعمل أحلى وأمتع علاقة. وبصراحة كنت بحس بحاجة جميلة ومتعة ملوش مثيل وأنا معاه وتحت منه، لحد ما جه اليوم اللي صدمني فيه وقالي السفرية دي هطول، هاخد سنة كاملة مش هعرف أنزل فيها خالص. قبل ما يسافر أحمد قعد معايا أسبوع كامل في الشقة. كان أحلى أسبوع في عمري كله. كنا بنعمل العلاقة 3 مرات في اليوم من كتر الشوق. كانت متعة فوق الخيال. كان بصراحة عمال ياكل في الرمان ودمر البطيخ من كتر الغياب اللي مستنيه. وبالرغم من التعب كنت فرحانة ومبسوطة لأني بحب الحاجة دي، وجسمي بيبقى مشحون رغبة ومتعة. اليوم اللي سافر فيه أحمد كنت حزينة ومكسورة والبيت ظلم عليا. عدى شهر كامل وأنا محرومة من الموضوع ده، وقاعدة لوحدي في الشقة وجسمي قايد نار. وفي ليلة كحلة أوضة النوم بتاعتي جنب أوضة نوم سلفي بالظبط، والحيطة في الحيطة، وكنت سامعة كل حاجة. كان عمال يعمل علاقة مع مراته
انسجام كامل في نص الليل، وأنا قاعدة لوحدي في السرير الواسع، مفيش حد معايا ومش قادرة وهموت وأعمل الحاجات دي وناري تبرد. تاني يوم نزلت أقعد معاهم تحت عشان أهرب من ضغط الأفكار والشهوة اللي مسيطرة على دماغي، لكن سلفي كان عمال يبصلي بنظرات غريبة مكشوفة وكله رغبة. هما العيلة كلها عارفين إن أنا جسمي حلو وكرفي وملفت، بس هو كان بيبصلي كأني حتى لحمة حمرا وعايز يتاكل أكل. عينيه كانت بتاكلني وراشقة على البطيخة الحلوة والرمان ومفصلاهم. وفجأة وبدون مقدمات وإحنا بنتحرك في الممر الضيق تعمد يزنقني ويحتك بي ويخبط في البطيخة بقصد، والتفت وقال بنبرة خافتة ومريبة: معلش يا سارة، ما كانش قصدي، بس الممر ضيق وجسمك تبارك الله مش مدي مساحة لحد يفوت. الخبطة دي هزت جسمي وأيدتني، طلعت جري على شقتي وقلبي هيقف من الخوف والكسوف، وقعدت وما بقتش أنزل تحت خالص. فات أسبوع في أسبوع وأنا حابسة نفسي، وفي يوم مراته طلعت لي وقالت لي: انزلي اقعدي معانا شوية ونسهر مع بعض بدل قعدتك لوحدك. نزلت معاهم وجبنا لب وعملنا فشار وأكلنا وقعدنا كلنا على الكنبة. مراته كانت تعبانة ونامت بدري على روحها وسابتنا لوحدنا، وهنا بدأ الشيطان يدخل بنا ويزين الحرام. التفت ليا سلفي وقرب مني وصوته كله شهوة ونفسه حامي، وقال: على فكرة انت جميلة قوي ومثيرة وجسمك يجنن، وأنا كنت بسمع صوتك زمان وانت مع أحمد، وببقى هموت وأكون أنا اللي معاكي في السرير وجوه حضنك. انت حلوة قوي وبتدوبي. كلامه ونظراته قعدت تسيح فيا وتلعب بأعصابي، وأنا بصراحة كنت هموت من الحرمان وعايزة أعمل علاقة وأطفي النار اللي جوايا بأي طريقة. قعدنا نتكلم مع بعض كلام جريء، وبقى يحسسني بأنوثتي وجمال جسمي، ويحسسني إن أنا واحدة ست مرغوبة ومطلوبة. بعد الليلة دي بقى مهتم بيا جامد، يسأل عليا ويطمن عليا ويجيب لي كل الحاجات والطلبات اللي أنا عايزاها. وفي المقابل أحمد جوزي مبقاش يتصل ولا يسأل فيا خالص، والوقت سرقه، ولا أنا بقيت أسأل فيه. وأخو جوزي هو اللي بقى مالي الفراغ، وجسمي بدأ يميل ليه، وبصراحة حبيت اهتمامه بيا. في يوم دخل شقتي فوق عشان يغير لي أنبوبة البوتاغاز اللي فضيت، وكنت لابسة هدوم بيت خفيفة جدا وملفتة ومفتوحة من عند صدري، والرمان كله باين برا ومغري. قعد يبصلي من فوق لتحت وعينيه هتطلع على تفاصيل جسمي الكيرفي. فاتكسفت ودخلت الأوضة جوا، وقفت ورا الباب لغاية ما خلص ومشي. بعدها بكام يوم
تعبت جدا وجالي دور سخونية جامد، وكنت مش قادرة أتحرك، فطلبت منه يدخل يجيب لي العلاج من الصيدلية عشان كنت لوحدي ونايمة مش قادرة. خبطوا على الباب وفتحت له بضعف، وكنت لابسة قميص نوم خفيف جدا والدلع كله باين بتاع الشقة. قلت له ونفسي مقطوع، حط العلاج هنا واطلع وأنا هخش أنام لأني تعبانة وجسمي مهدود. دخلت السرير ونمت نوم عميق وما حستش بنفسي خالص من كتر التعب والسخونية. هو استغل الفرصة ودخل أوضة النوم وطلع تليفونه وقعد يصورني في أوضاع خفيفة ومخلة ومكشوفة وأنا نايمة مش دريانة بالدنيا ولا باللي بيحصل حواليا. وفجأة وأنا في نص النوم حسيت بنبض وحرارة، واحد بيلمس جسمي بنهم وشغف. فتحت عيني مخضوضة، لقيت سلفي فوقيا على السرير وبيقولي بصوت دافي وكله شهوة: انتي خسارة في الغربة دي كلها، انتي عايزة راجل يقدر الجمال ده كله وما يغيبش عن حضنك ثانية. حاولت أقوله اطلع برا وأقاوم وأبعده عني في الأول، لكن هو استغل إني تعبانة ولقيته بيقرب مني وبيشيل الغطا من عليا وجسمي سخن ومولع ومحتاج لمسة. أنا ما كانش عندي طاقة أقاوم، ولمساته الحامية مع حرماني اللي بقاله شهور خلوني أضعف وأستسلم ليه تماما، وعمل معايا العلاقة ووقعنا في الحرام. وبصراحة طريقته ونهمة عجبوني جدا، وفي الآخر سبت نفسي ليه خالص يعمل اللي هو عايزه لغاية ما طفى ناري المشحونة، وبعدها هو طلع وأنا نمت. لكن الصدمة المرعبة والكابوس بدأ بعد كده فجأة وبدون أي رحمة. بدأ يهددني بالصور والفيديوهات المخلة اللي صورها ليا وأنا نايمة وتعبانة. وقف قدامي وقال لي بكل بجاحة: لو ما سمعتيش كلامي وجيتيلي الشقة وقت ما عاوز هفضحك بالصور دي قدام أخويا وبيت العيلة كله والمنطقة. ومن ساعتها وهو بقى معايا كل يوم في الشقة وعايش معايا كأنه جوزي، وساعات يهرب من شغله المخصوص علشان يجي ينام معايا، وبقينا نعملها 2 و3 في اليوم. وبصراحة طريقته ومتعته في السرير بقت أحسن من أحمد جوزي بكتير، لدرجة إني بقيت مدمنة على لمساته ومبقتش قادرة أبطل الموضوع ده ولا أبعد عنه، وجسمي بقى يطلبه وعاجزة أقول لأ. أنا دلوقتي حياتي خربت وضعت في ورطة كبيرة ومش عارفة أعمل إيه، وجوزي خلاص مبقاش فاضل على رجوعه غير أيام، وخايفة أحمد يعرف الحقيقة أو سلفي ينفذ تهديده ويفضحني قدام الدنيا كلها. انصحوني أنا أعمل